صباح الفل. صحينا الصبح النهارده لقينا قرار بعزل وشلح ابونا ارميا. كان كنيسة العذراء والانبا اثناسيوس ب 15 مايو، ورجع لاسمه العلماني بشوي ناير. وصلت الناس في الكنيسة دي قالوا لي، مجموعة من الخدام قالوا لي احنا بقالنا شهرين مش عارفين سبب وقفه اصلا عن القداسات وخدمته وما الى ذلك لغايه ما تم التحقيق معاه. كل ده واحنا ما نعرفش ايه سبب التحقيقات وايه سبب وقفه اصلا من شهرين. وطلع القرار وقالوا في القرار التابع للابراشيه بتاعت حلوان ان دون ابداء اسباب، يعني لا، من حق الشعب يعرف اسباب علشان يعرف هو تم وقفه وعزله ليه. من حق الشعب بتاع الابراشيه الخاص بكنيسته يعرف ابونا اتعزل ليه. زائد كمان ان سيدنا نيافة الحبر الجليل الانبا ميخائيل رفض يقابل مجموعه من الخدام. اللي انا اعرفه ان المفروض يكون الباب بتاع الاسقف مفتوح لاي حد من افراد الشعب، لازم الباب يبقى مفتوح. معلش هنتعبكم معانا، نفتح الباب بس علشان اللي عايز يفهم حاجه. طبعا مش هندخل الناس بشكل عشوائي، في حد قاعد بره، في حد سكرتير يرتب مواعيد، بس لازم يكون هناك تواصل بين الاسقف. احنا هنا الاسقف بنلاقيه ماشي وسطنا في الكنيسه عادي، مفيش مشاكل يعني، ويجي لنا الكنايس والزيارات متتاليه، واللي ليه حاجه يوصلها يعني بنقدر، يعني لو عايزين نوصل له هنوصل له، معانا رقم تليفونه بنبعت له مسج وبيرد بمسج. فعشان انا اوصل لاسقف علشان يقول لي، يعني ابقى عايزه افهم منه انت ليه عزلت ابونا اللي احنا بنحبه، يبقى عندك رد. يعني لازم ترد عليا وتقول لي ليه عزلت ابونا، بدل ما انا اسرح بخيالي بقى. يعني ما تخلينيش الناس تسرح بخيالها وكل واحد يحط تصور خاص لسبب عزل ابونا. فانت هتخلي كده السحاب تعلى، يعني طموحنا كمان يعلى، ونقول لك في حد فلان يقول لك اصل ده مشكله مش عارفه ايه، وانتوا عارفين المشاكل ما اكثرها. سؤال تاني، هل كل الكهنه بيرفكت؟ كل الكهنه بيرفكت؟ لا، في علامات كتير، مش عايزين نتكلم في العلامات ونفتح، لان مش هنقدر نقفل يعني لو فتحنا الموضوع مش هنقدر نقفله، مش هنقدر نلمه، لان في علامات مش تشلح يعني تدخلك النار يا حد. بامانه مش بهزر. بصوا احنا فير في الكلام، واضحين، وكله عارف كله، يعني المواضيع كلها معروفه، بس احنا بيقول لك ايه يعني استر. فطالما انتم مش عايزين، انا عارفه ان من اسباب ان عدم اباحه الاسرار، لكن هتعزل تقول لنا السبب، بحيث ان الكاهن اللي جنبه لو عنده النيه يعمل زيه، يعني ياخد باله. او انا كخادم، او انا كحد بحب ابونا، وانا حد بعترف عند ابونا، بفهم ايه السبب. كلمت مجموعه من الخدام فاضله جدا، ناس محترمه جدا، وقالوا لنا احنا قاعدين لمينا بعض وقاعدين قدام الكنيسه. عايزه اقول لكم ان ليه اخ كمان من نفس الكنيسه كاهن، فاخوه نفسه ما يعرفش ايه المشكله، يعني اخوه شخصيا مش عارف ايه المشكله. طب يا رب الراجل مشوه ليه؟ عزلتوه ليه؟ هل في سبب قهري يستدعي انكم تعزلوا كاهن؟ لان العزل دي حاجه صعبه قوي، ان انت تكون في كاهن عندك بقاله 20 سنه 30 سنه في الكهنوت، وهوبا ارجع لاسمك الاولاني بشوي ناير او ناير بشوي وات ايفر، وبعدين تقول له تجرد من ملابس الكهنوت وعيش حياه بقى علمانيه عاديه. يعني اصلا هو ساب وظيفته وساب دنيته وساب كليته وساب دراسته اللي درسها والتصق بالكهنوت. دلوقتي الراجل هيشتغل ايه؟ هتشغلوه ايه؟ معرفش ليه معاش عندكم ولا مالوش ايه؟ هتشغلوا الكاهن ايه عندكم دلوقتي؟ او لما يطلع للحياه العمليه ممكن يكون ايه؟ وهل لما يتعزل كاهن ايه واقع ده على اسرته واولاده؟ في حسابات كتيره يمكن الناس الكبيره مش واخده بالها. ده كنت بعته دير يا شيخ، كنت بعته دير، نفيته في دير. ما انتوا بتنفوا حاجات، وفي حاجات بتحصل وتعمل، ما انتوا بتعملوا حاجات كتير، ما تعملوا كده. مش لازم بقى قرار بعزله دون ده. انا سرحت بخيالي، انا مخي ده جاب حاجات بعيده جدا، معرفش صح ولا غلط، بس طبيعه بشريه، كل واحد هيفكر بطريقته. ابونا يا ترى
ابونا يا ترى يا هل ترى ايه اللي حصل؟ هل اختلاس فلوس؟ هل حاجة وحشة؟ قلة الأدب؟ هل ايه؟ ايه؟ ما تخلوش الناس تسرح بخيالها. ادونا سبب، ادونا السبب علشان ما كل الأسباب بتتقال. والتحقيق ويا ريت يكون العقاب حنين شوية، يعني حنين مش درجة العزل. القرار لازم يكون حنين في صالحه وصالح أسرته قبل ما يكون لصالح الكنيسة، لأن أنت خدته كاهن. يعني أنت مستلمه حبيبي، ساب كليته وساب دراسته وساب شغلته اللي ممكن كان يبقى فيها حاجة كبيرة دلوقتي، وجه 15 مايو صعبة جدا. منطقة 15 مايو من الأماكن العشوائية الصعبة جدا اللي في حلوان، فأنت تاخده وبعدين تقول له لا السلام عليكم على السلامة، روح شوف مصلحتك في حتة تانية علشان انت اكل عيشك وقف معانا لغاية كده. رفقا بأسرته حتى وأولاده، لأن أولاده كبار دلوقتي وتلاقيهم خارجين جامعات، فأنت بتدمر أسرة بكاملها علشان خاطر قرار. معرفش ايه الراجل اللي عمله غلط، قول لنا على اللي عمله غلط، لأن شعبه دلوقتي ساير ومحتاج يقعد مع نيافتك، يعني ده بعد إذنك يعني. صباح الفل.